جهز قهوتك علشان هنرجع بالذكريات لليلة ولا ألف ليلة وليلة، ليلة خلص فيها الأهلي كل الكلام. البداية كانت بعد ما رجعنا من كورونا وابتدى وقت الجد، والكل ابتدى يجهز نفسه لمباريات نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. الأهلي عنده مواجهة نارية مع الوداد، والزمالك عنده مواجهة صعبة جدا مع الرجاء، يعني مباريات مصرية مغربية خالصة. الناس بقى اتقسمت، في اللي يقولك النهائي هيكون مصري ما بين الأهلي والزمالك، وفي اللي يقولك النهائي هيكون مغربي ما بين الوداد والرجاء، وفي اللي وقفوا في النص وقالوا النهائي هيكون مغربي ما بين الأهلي والرجاء أو الزمالك والوداد. نيجي بقى لمباراة الأهلي والوداد في المغرب، وقفشه يدي أول قضية في أول 4 دقايق بعد ضغط على مدافع الوداد. جه بقى حكم المباراة حب يعمل لقطة وادى ضربة جزاء وهمية للوداد، ولكن الأسد الشناوي صدها عشان يحافظ للأهلي على تقدمه. المباراة فضلت رايحة جاية، الوداد عايز يتعادل والأهلي عايز يزود قضية تانية اللي جت عن طريق معلول من ضربة جزاء. نروح بقى للزمالك والرجاء. الزمالك فضل مضغوط وبيدافع طول الماتش، لكن عرف يخطف جول عن طريق بن شرقي ورجع بالمكسب. بدأ الأهلي مباراة الإياب بنفس السيناريو، هدف في أول 5 دقايق عن طريق مروان محسن، وبعدها يسجل الأهلي هدف عالمي. ديانج يمرر للشحات والشحات يرقص لاعب كده مش هنقول على اسمه عشان خلاص بقى لاعب عندنا، عشان يسجل الأهلي هدف عالمي ويخلصها ياسر إبراهيم من ركنية علشان ينتهي اللقاء 3-1 ومجموع اللقاءين 5-1. نروح بقى لماتش الزمالك والرجاء. المباراة دي فضلت تتأجل علشان الكورونا لغاية ما اتلعبت علشان يسجل الرجاء أول هدف والمباراة تتكهرب، لكن رجع ساسي وتعادل، وبعدها قدر مصطفى محمد انه يجيب هدفين، وهنا باتشيكو قال كفايه عليه قوي كده يطلع بقى علشان ما ياخدش انذار ثالث ويغيب عن النهائي. خرج مصطفى محمد بقى بكل غرور يشاور للكاميرا انه خلاص ما خدش انذار وهيلعب النهائي وهيجيب البطوله. ما هو مصطفى محمد اللي كان بيهتف ويقول حي حي دور الاهلي جاي. انا ما اعرفش صراحه هو كان جايب الثقه دي منين، بس الاجابه دي عند قفشه. جمهور الزمالك كان بنفس ثقه مصطفى محمد، قال لك هنلعب للتاريخ، حط تاريخ الاهلي الكبير قدام تاريخنا الصغير، واللي يفوز يقش ويقول كش ملك. قال لك بقى الجاب ما بين الاهلي والزمالك كبير واحنا مستحيل ان احنا نعوضه، فالمباراه دي بالنسبه لنا فرصه لو فزنا بيها هنعيش عليها طول العمر. احنا بقى قبلنا التحدي وقلنا يلا بينا. ونيجي بقى للمباراه اللي الكل مستنيها، ما كانش في حد في مصر ولا الوطن العربي مش مستني المباراه دي. ويبتدي الاهلي المباراه بنفس سيناريو الوداد رايح جاي بهدف في اول دقايق من السوليه والدنيا تولع، لكن بعد الهدف ده يحصل تراجع غريب للاهلي والزمالك يمسك كوره وشيكابالا يجيب جون، وساعتها الجو يتكهرب والناس تبتدي تحس انها قربت للزمالك، ويجي الشحات ويزود الاحساس ده ويضيع فرصه والجون فاضي. مين يرجع لنا الثقه بقى؟ ايوه هو زيزو، يرد على عرضة الشحات بعرضة حط ايده فوق راسه لما ضاعت، وهنا دخل التفاؤل تاني لجمهور الاهلي. ونيجي بقى للدقيقة اللي محدش هينساها، لا اهلاوي ولا زملكاوي. الدقيقة 45 ثانية، قفشه يسدد القضية، تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في مرمى ابو جبل وباسيست عالمي من محمود علاء، عشان يفضل الشوالي ربع ساعة يسأل باتشيكو السؤال اللي ما جاوبش عليه لغاية دلوقتي. وهنا عمل الشناوي اكتر لقطه فيها كلاحه في تاريخ الكوره، فضل واقف مش عايز يلعب ضربه المرمى وخلاص فاضل على المباراه ثواني لغايه ما الحكم اداله انذار، وده كان احلى انذار في تاريخنا، ويصفر الحكم وتنفجر القاهره، لا قاهره ايه، مصر كلها، باعلان الاهلي بطل لدوري ابطال افريقيا للمره التاسعه، والاهلي يقول للزمالك كش ملك ويقش كل التاريخ ويدي القضيه الابديه للزمالك عشان تبتدي رحلة جيلنا الحالي التاريخي في السيطرة على كل البطولات. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، وده كان الفصل الأخير بيننا وبينهم، وهتفضل البطولة دي هي الأغلى والأهم عند كل الأهلاوية.